صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ والنهارده مع بعض كده جولة في فتح الله جملة ماركت خالد بن الوليد. النهارده بقى كده هنشوف الاسعار. كان ناقصني شوية حاجات في البيت، فقلت بقى ايه انزل اجيبها، وقلت اشوف لو في هناك تخفيضات ولا في عروض بتنفع برضو. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، ولو اول مرة بتشوفي القناة اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. دخلت اول حاجه كان ناقصني ان انا اجيب صلصه وكاتشب عشان الولاد، ومحدش يقول لي اعمليها في البيت عشان الطماطم ب40 جنيه يا جماعه. فقلت اجيب صلصه واجيب كاتشب، وكنت برضو محتاجه مكرونه. فبقيت محتاره مش عارفه اجيب ايه بصراحه. الصلصة أسعارها غلت، يعني الصلصة اللي كانت الشهر اللي فات جايباها ب13 اللي هي 23 دي، الشهر ده لقيتها ب23. وفي الصلصة اللي هي بتاعت تحيا مصر ب27، والصلصة ب48. وكانت الصفيح دي كنت بجيبها مش عارفة برضو بحاجة و30، معرفش بقيت بحاجة و60. فالمهم جبت في الآخر برطمانين، ورحت عند الرز لقيت الرز فيه ب32، وكان فيه برضو جنبه ب31. فقلت اخد البدري ده ابو 32، ما فرقتش جنيه، بس اخد رز حلو. فالولد اللي كان واقف بيرص كده وبيحط بقى الحاجه قال لي خدي ريزو دوت حلو ب27. قال لي وهو نفس البدري، وهو نفس ابو 31 و32، بس دي شركه، هي شركات. قلت له طيب يعني كويس؟ قال لي اه لا والله كويس، خديه. فاخدت منه 3. والبهارات اللي هي بتاعت البطاطس الولاد بتحبها بصراحه، فجبت لهم منها، وجبت كمان بهارات اللحمه. بصيت كده بقى لقيت المانجا عاملين عليها عرض، اللي هي الكيت دي، انا عمري صراحه ما جربتها الكيت دي. بصيت على الخضار لقيت الخضار مش حلو، والطماطم عندهم ب36 وخضرا. جبت الناجتس دي اللي هي ب199، جبت منها عشان المدرسه، عشان ابني هو بيحب بتاعت بره. الفلافل عندهم ال100 جرام ب6 جنيه، دي نص مقليه وحاميه. الخضار عندهم شكله مش عاطفي خالص. كنت ببص على المنباخر دي، عجبتني حلوة. دي بالكهرباء حلوين، عايزة ان شاء الله ابقى اجيب لي واحدة منهم. دخلت بعد كده بقى على القسم بتاع العدس والبقوليات والحاجات دي. جبت سمسم، وجبت ذرة فشار، وجبت المرمشات دي للعيال، وجبت العدس الجبة وعدس اصفر، وجبت كريم جانتيه. جبت من كل حاجة نص، وكريم جانتيه. جبت التمن، التمن اللي كنت بجيبه بحاجة و20 جنيه، التمن ب45 جنيه. وجبت نص كيلو دقيق سميد من عندهم برضو. بحب بصراحة بهارات فتح الله حلوة. ببص تاني على الكريم جانتيه، ودي خلطة بيتعمل بيها البيض وبيتعمل بيها البيتزا، حلوة، وخصوصا لما تاخديها الصبح وهي فريش. وجبنة برضو مبشورة، الجبنة الرومي المبشورة جبت برضو منها عشان البيتزا. وجبت برضو كيس موتزاريلا. وكنت ببص هنا على الزبدة الفلاحي، بجيبها من عندهم، حلوة قوي قوي، بتبقى ريحتها فظيعة بجد. لا نوعها حلو، بجيبها من عندهم بصراحة. الزبدة الفلاحي حلو، بس ما لقيتهاش. الكيلو ب500، كنت هجيب منها نص، علشان طبعا انتوا عارفين الشتاء وبقى ويبقى في طبيخ وكده، فانا بحب اعمل بيها الرز وكده. ما لقيتهاش. وبصيت على الزبدة العادية لقيتها ب100 فقلت لا، النص كان ب100، فقلت لا. جبت علبة جبنة لبنيتا عشان المدرسة طبعا، قلت بقى حرام نجيب لهم بقى حاجة كده عشان ايه تبقى كويسة برضو للولاد. وجبت بقى علبة جبنة اللي هي جبنتي دي، مع الجبنة المثلثات. بس ما لقيتش بقى، لقيت الأسعار غالية قوي. رحت كده عند المجمدات عشان كنت عايزة اجيب ورق عنب، بجيب نوع معين من شركة معينة كده حلو. كنت باخد الربع كان ب8.75. لفت نظري الفراخ المجمدة دي غالية قوي. ليه فرخة ب250 ومجمدة؟ والله ما حد ياخدها، مش حلوة طبعا الفراخ المجمدة. بصيت على اسعار الخضار برضو غالية قوي. فالواحد بيشتري الخضار بقى من بره، بس انا بحب اجيب ورق العنب بتاع الشركة دي اللي هي اسمها شركة بيور. الورق العنب بتاعها حلو قوي. وكمان بجيب من عندهم البامية برضو الصغيرة حلوة قوي.
400 جرام ب13 جنيه بس حلوة. انا بحب اجيبها من عندهم بصراحة حلوة. ما لقيتش، المهم ما لقيتش الا الخرشوف. حلو برضو الخرشوف بتاعهم، بس انا كان عندي. بصيت برضو كده على البرجر، عاملين عليه عروض، بس انا بصراحة ما بحبش اجيبه، ولادي مش بيحبوه، بيحبوا اللي انا بعمله لهم في البيت. اجيب اللحمة المفرومة واعمله لهم انا في البيت، ما بيحبوش اللي هو الجاهز ده. اللبن طبعا لازم عشان المدارس. بصيت كده على اللبن، بس بصراحة ما جبتش بقى اللي هم العبوات الكبيرة دي. جبت لابني عشان المدرسة وهو رايح الصبح، طبعا ده طفل صغير لازم يبقى معاه زيه زي اصحابه، وهو بيحب اللبن اللي هو بالشوكولاتة وبالفراولة والكلام ده. انما في البيت بجيب لهم صراحة اللبن السايب. بجيب الكيلو ب36، بس بيبقى احسن وافيد من ان انا اجيب لهم دوت. بس هما ساعات برضو بيحبوا ده، بيعملوا بيه شاي بلبن وبيعملوا بيه حاجات فبيحبوه برضو، بس انا ما جبتوش بصراحه. جبت بقى دوت، كنت جايباه اللي بجيب له ابني الصبح المدرسه من عندي السوبر ماركت اللي عندي ب13، فلقيته في فتح الله ب9 جنيه ونص، رحت جايبه له منه. ورحت جايبه له برضو من العصير بجيبه من بره ب10 وب12. رحت لقيته برضو في فتح الله عامل 6 جنيه وربع تقريبا، وفي ب9. رحت جايبه له برضو، يعني جبت بقى من دي كام علبه ومن دي كام علبه، قلت يبقوا عندي. هم عاملينها كده طبعا عشان المدارس، عشان عارفين المدارس. جبت دوت اللي هو بخير، ودوت جبت المانجا وكوكتيل عامل 6 جنيه وربع. بره والله بجيبه ب12. رحت بقى عشان اجيب موتزاريلا، جبت برضو كيس جبنة موتزاريلا. بحب ان انا عشان تبقى عندي في التلاجة، عشان اعمل لهم مخبوزات، اعمل لهم حاجة كده يعني. وقلت ابص على اسعار التونة. اسعار التونة زي ما انتوا شايفين كده غالية غالية بطريقة فظيعة. التونة ليه؟ حرام يعني والله الاسعار دي، يعني تقريبا محدش بياخدها، وان حد مثلا مضطر ان هو ياخدها فهياخد له علبة ملهاش لازمة. كل حاجة هنقوله ملهاش لازمة. ربنا يتولانا والله. والزيت بقى ده، اسعار الزيت 48. بالتالي اسعار الزيت رفعت، مش عارفة، انا بقالي ياما ما رحتش فتح الله بصراحة. في ب40 وفي ب45، بس ده 800 جرام خلي بالكم، مش الكيلو. انا كنت محتاجة ازازة زيت علشان خاطر الكيكات والحاجات دي، مش محتاجة ازازة زيت للطبخ، لا للقلي والكلام ده لا، انا محتاجة ازازة زيت نضيف، نوع زيت نضيف. فجبت واحدة ب145 او 144، كيلو 800 جرام جبتها. زيت الزيتون برضو كنت بجيبه، بس بطلت ان انا اجيبه بصراحة. الشاي دخلت عند الشاي كده، انا بطلت اجيب ليبتون من قبل ما يكون مقاطعة، بطلت اجيبه، انا ما بقاش حلو ليبتون خالص واسعاره غالية. كنت بجيب احمد تي او بجيب اللي هو الجوهرة، بس لقيت ان انا عندي، فقلت لا خلاص بخليها مرة تانية. بصيت كده على اسعار البيكنج باودر بقى في ب4 وفي ب7، مش كله. الفانيليا بجنيه اللي كانت بنص جنيه، والنشا برضو بصوا النشا غلت ازاي، والبودنج والحاجات دي كلها اللي كانت ب10 وب12، كل الحاجات دي غلت، رفعت الاسعار كلها رفعت. في ناس بتاخد الحاجات دي على فكرة يا جماعة، ما تقولوش ان دي الحاجات، في ناس بتحب تجيب الحاجات دي عشان ولادها، وفي ناس بتحب تجيب الحاجات دي عشان تعمل بيها حاجات. ما هو في ناس، مش كل الناس بتعرف تعمل كل حاجة في البيت، وفي ناس بتخاف من الوصفات اللي على النت، فبيجيبوا الحاجات الجاهزة دي ويدوبك بس بيحطوا عليها اللبن وخلاص. رجعت للشاي تاني عشان ابص على اللي هو شاي احمد دي، لقيت سعره غالي، وانا بحبش العروسة بصراحة، ما بحبهوش. بجيب اللي هو الجوهرة ده بصراحة حلو، الجوهرة حلو. وليبتون بصوا اسعاره عاملة ازاي، اسعاره غلت اوي. ده ربيع، معرفش هما بيقولوا حلو الشاي ده، بس انا عمري ما جربته، اللي جربه يبقى يقولوا. ده احمد تي، ادي اسعار احمد تي. بس بصراحة كوباية شاي مزاج تشربيها، شاي احمد تي ده مصري ده على فكرة. اسعار المكرونات تالي، ما اسعار المكرونات زي ما هي، ما حصلش فيه حاجة. البن بقى، اسعار البن ابو عوف 200 جرام عامل 145. الفاتح والغامق
اللي هي العلبة الصفيح دي كنا بنجيبوها بحاجة و60. بصوا بقت بكام والله. وعندي العلب بتاعتها حاطة فيها حاجات ما رميتهاش. وفي اللي هو سليمان ده بيقولوا عليه حلو، والحاج عرفة برضو ده برضو بيقولوا عليه حلو. جربنا المرة دي جبنا سليمان ده وقلنا نجربه. دي 50 جرام ب36، فاتح بقى وغامق ومحوج وكده. كل حاجة بقت غالية، مفيش حاجة مش غالية. اتكلم معاكم المرة دي في الفيديو علشان خاطر الأسعار بجد يا جماعة، يعني ربنا يرحمنا والله. وبعدين مفيش بيت كمان ما بتلاقيش فيه القهوة. أنا عن نفسي ما بشربهاش، بس لازم تكون موجودة في البيت علشان جوزي وكده بيشرب القهوة فلازم. حتى النسكافيه أنا بقى بحب النسكافيه، بحب ان انا اجيب برطمان النسكافيه واضربه مع سكر واشيله في الفريزر كده مضروب، واطلع بقى احط على اللبن كده واسخن اللبن واحطه. بس انا ما بحبش النسكافيهات دي اللي هو 3 في 1 و2 في 1 والكلام ده، انا ما بحبوش. انا بحب النسكافيه البلاك، اجيبه واضربه واشيله واحطه بقى في الفريزر واستخدمه. انما الحاجات دي كلها كده لا، انا ما بحبهاش. اهو ب67 كنا بنجيبوه بحاجه و30 البرطمان ده، وكان بحاجه و20. وقلت اجيب لابني ده الكيس دوت كان كان ب5 بقى ب6 جنيه، ب11 دلوقتي. ده كاكاو او هوت شوكليت للولاد. بحب اجيبه برضو لعيالي عشان ايام المذاكرة وهما بيذاكروا، وايام الجو الساقعة بيبقى موجود عندي على طول في الشتاء. كوفرتات اللي حابب ان هو وعايز كوفرتات، في فتح الله موجودة عليها عرض 179. اتمنى الفيديو بقى يكون عجبكم، واشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد. وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. اشوفكم على خير، سلام عليكم.